صيغة المنتدى. شرق إفريقيا. تلفزيون. منتدى التغيير الديمقراطي. مما. أوغندا. أجل. لكي يتمكنوا دائماً من. إفريقيا. المجتمع الإفريقي. ترى بعد عام 1917-1998. الحرب العالمية الثانية. عصبة الأمم. أوغندا. مكتب الخدمات الاجتماعية المشتركة. سكك حديد شرق إفريقيا. مكتب عملة شرق إفريقيا. وبريد أين. الدول الإفريقية. نعم. نعم. وهذا هو الأمر. الوضع. منتدى التغيير الديمقراطي. الأخوة. هذا جيد جدا. أوغندا.
نموذج. ومع ذلك، إنه القدر وهي الأرض الموعودة لدخل أوغندا. أوكرانيا. العلاقة والروابط التجارية. رئيس البرلمان. البرلمان. العائلة. دعم البرلمان. في غضون دقيقة واحدة. أجنبي. أجل. الحوكمة. مما أجنبي. آمين. منتدى التغيير الديمقراطي. من الناحية العقلية أيضاً. إذن ربط. أوغندا. ليس إنجازاً صغيراً. في الواقع، استخدام كلمة ليس إنجازاً صغيراً هو تقليل من شأنه. غير البيان، فهناك ما هو أكبر من ذلك.
أين هو رئيس الرحلة؟ أليس كذلك؟ الأسبوع القادم. إنه نضال قادم جدا جدا. حسنا. طب الأسنان. حسنا، لقد غيرت طب الأسنان. الذي كان الأفضل في إفريقيا. لقد كان الأفضل في إفريقيا. نحن نبدأ صفحة أخرى وسوف تنجح. حسنا. هذا يعني. حسنا، نعم. لأنني كنت شخصيا. نعم، لقد ذهبت لحضور حفل زفاف. إنه. دكتور. الأقارب. بالأمس مكتب نائب رئيس البرلمان. إلغاء. يبدو أمرا صغيرا لكن. الفائزون. ما هو رأيك؟ سعادة النائب. أجل. و. ما هو دور البرلمان؟ والمثول القادم.
أعتقد حوالي 18 من مارس. جرائم كبرى. مما. الكلمة المناسبة. تحقيقات. سواء كان ذلك صحيحا أم لا. لأن. الأسبوع القادم. سيتم إحالتهم للمحاكمة. من زوجة الزوجة. ثانيا. الوصول. إذن. كيف كان التصميم؟ إذن. غير مهم. نعم. على سبيل المثال. كونك قائدا. كثير من الناس يتأثرون بشخص واحد. الوصول إلى ما لدي. إلى حسابي. 180 رجاء. شاهد. التقيت. قبل التعديل. رسميا. للدستور رسميا. وهذا يثير الكثير من الأسئلة حول الاستقلالية الفعلية. وكلهم قصروا عن التصريح بآرائهم بشأن القضايا القانونية الفعلية. تطبيقات. إذن. كثير من الناس يساعدون العائلات. نعم. باختصار فقط.
حسناً. اذهب إلى أنيتا. أجل. خبز. رئيس البرلمان. رئيس البرلمان. أعرف. إذن. إنه ما تشيش. كل مرة واخدم مرة. جامبيا. إصلاح. يا. فهم أعمق. إذن. مستقبل صامت واحد. تغيير الأيدي.
أعضاء البرلمان والسياسيون. على وجه الخصوص. السياسيون عبء ثقيل. لأنه ليس. لكن في أوغندا يزداد الأمر سوءًا بمرور. لدي أكثر من. والدي هو الأعظم. لأنه يجب أن يكون لديك فهم أعمق. لما يحدث اليوم؟ الآن. قبل. تولي السلطة مع تبادل الثروة. كان هناك مجاعة. وكان ذلك أول تبادل للسلطة بين جالس على العرش وآخر. حدث الأمر نفسه في أنكول حيث اكتسب روهيندا القدرة على أن يكون بالإيمان لأن كونك كذلك هو إيمان. لذا، لكنه كان تبادلاً للسلطة. الآن، إحدى خصائص الجالسين هي المجاعة، والطغيان هو إنه متأصل فيهم. حدث الشيء نفسه في كاراغوي حيث استولى على ملك، آخر ملوك ساتاس المسمى نو. افهم لماذا يحدث هذا. لكن فجأة وهذا هو الأمر. الآن دعونا ننظر إلى فهم أعمق. لام حقيقة بسيطة. قبل أسابيع فقط انتهكت الحكومة حقوق أحد الأوغنديين بشدة. بعد ضرب كنزة، قام ماروغو نوميم بصرف أنظار أوغندا بأكملها عن انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. لذا، كلما حدث شيء ما. الآن أقول لك. كل ما يحدث في أوغندا اليوم هو سمة نموذجية للجالس على العرش. هناك شيء واحد. شيء نسميه مجاعة اليوم. الآن. هؤلاء السياسيون، دعني أخبرك. معظم سياسي المعارضة لهم يد في الحركة. دعني أخبرك. يرعون الكثير من المعارضة. إذا ذهبت وتحققت منهم قبل حصولهم على هذه المناصب السياسية، كان لدى الكثير منهم وظائف، وخلال بضعة أشهر أصبحت بطونهم وخدودهم منتفخة. لذا أنا أخبرك أن هذه حقائق وعليك أن تبحث فيها بشكل صحيح. يا سيدي، إنه أمر نموذجي لنظام يريد
وتبادل للثروة للحفاظ على الوضع الراهن. إنه أوسع بكثير. نعم. مما. ودعني أخبرك. لذا يستعد الناس في الغرب لعضو برلمان لأنهم يعتقدون أنه قد لا يرحل أبداً. لذا تخيل أننا في الغرب نستعد ونظن أنه لن يرحل. لكن هذه هي الحقيقة. حسناً، هذا جيد جداً. التنمية. نموذج. إنه أحد برامج الحكومة. تمكين الشباب والنساء. الحكومة تتوقع الكثير. نموذج تنمية الأبرشية في لمحة من. أم. كمواطن. صحيح. هل هو تسييس التنمية في أوغندا أو في أفريقيا؟ نعم. ربما سنتطور. هل كنا مستعدين لطرح نموذج تنمية الأبرشية؟ نموذج تنمية الأبرشية الخاص بهم. نعم، نعم. في نهاية المطاف، من يدير هذه الحكومة حقا؟ الرئيس. لأن التنمية. نموذج. الرخاء للجميع. خلق الثروة. صندوق تنمية الشباب. مركز دعم التمويل الأصغر.
لأن هذا ما يحدث. مفهوم. 8 مرات. نبيذ قديم في زجاجات جديدة. أنا نبيذ قديم، وهو النبيذ القديم الراكد. لأن. ثانيا. نموذج. لأن الحكومة. صندوق دوار بقيمة 400 مليار. صندوق دوار. الإنتاج. إنهم يمنحون قروضا زراعية. في أوغندا. الإنتاج يستغرق وقتًا طويلًا. لا، لأن القطاع الزراعي لا يمكن التنبؤ به. الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لهذا العمل. إنها مخاطرة عالية جدا. لماذا؟ لأن الزراعة تنتج. لأنك تحتفظ بالخلايا التي تشتري الذرة. لذا بالنسبة لي، وبغض النظر عن الأساسيات، لكن دعني أخبرك أن الرئيس أمر بالتمويل. قطاع التمكين. نعم، أجل. لأن نموذج تنمية الأبرشية كان لابد أن يبدأ. ماذا يعني ذلك؟ لا، لا يمكنك إبلاغ الجمهور. لا يوجد قطاع في هذا الاقتصاد يتم تمويله بشكل مفرط. أجل. بسبب حالة اقتصادنا، قطاعات الاقتصاد التي تعتبر حيوية. للتنمية البشرية تعاني من نقص التمويل. إنهم جميعاً وزارات وقطاعات. من تلك المريضة بالفعل؟ لأنك تريد الدخول في مكافأة توزيع نقدي. نموذج التنمية هذا لا يحمل أي منطق اقتصادي. ميم. أخيراً، بسبب سوء الاستعداد لهذا النموذج، بدلاً من 100 مليون 17. أبرشية، 17 مليون شلن. لكل أبرشية في أوغندا. لدينا 12 ألف أبرشية.
تحرك. نموذج وهذا هو. لم يحن الوقت بعد. وكل ذلك. اقتصادي. نعم، التحفيز. نعم، شيء ما يتعلق بريادة الأعمال الشبابية. عذراً. مواقف تويتر. مليون. هل قام أي شخص بجرد المخزون؟ مهما كان الأمر. لقد كان إجهاضاً لتطور الإجهاض. الأهداف. ضد. لا يوجد مبادرة. منه. مهم. هذا.
خطط مدتها 5 سنوات. لا، دعني أخبرك أن الاقتصاد يتعلق بالمقارنة، فهو ليس شيئًا واحدًا. بالمناسبة، حكومة واحدة. من أجل مليونير. إذن التمويل. التمويل الأصغر. التمويل. وزير الحكم المحلي والجندر، وزير المالية، وزير الصحة، وزير التجارة. المالية والتنمية الاقتصادية. وزارة الحكم المحلي. وزير المالية. مباشر. إنه عضو سابق في البرلمان. وزير سابق. نعم، ليس الآن، ليس وزيراً. ما هي مخاوفك في ذلك؟ لست خائفاً. أنا هنا لأشرح. في الواقع، مجرد معلومات. مسؤولون. ال12,000. مسؤول أبرشية للإشراف على نموذج تنمية الأبرشية. مقدار. أوغندا. مطعم. من الأعلى إلى الأسفل. إذن. مهم. الواقع.
أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25%. أقل من 1% من الميزانية. المركز. هذه ليست الطريقة التي تستقر بها العملة عن طريق ضخ بناتنا. إرادة. إنتاج. إحصائيات. متوسط. كل. خاص. نعم. مجموعة. إذن. كل مالي. فهم. التمويل. العملة. إنه اقتراض عام للحكومات. بشكل فردي. في نهاية المطاف. لذا تفضل البنوك الإقراض للحكومة بدلاً منك. من نقطة معينة. للاقتراض من بنك. الآن 2. إنه مجرد احتفال. احتفال منح المال.
منذ البداية فقدت المقعد قوتها بسبب تبادل الثروة. لذلكي يحافظوا على السلطة يجب أن يكون هناك تبادل للثروة. شخص متطور جدا. موضة. الآن هو شخص متطور. عبد لنفسك. أجل. بنك. دعنا. نقول. بحقيقة. أننا نعود لتوفير التمويل. لنعد إلى الوراء. القهوة. نفدت من. بحلول الوقت الذي جاء فيه الرئيس كانت أوغندا واحدة من أكبر منتجي القهوة، أليس كذلك؟ والآن، ما هو المحصول النقدي الزراعي الرئيسي؟ كان القهوة. بدون سبب للانسحاب. وهذا يعني أنها قضت فعلياً على تسويق القهوة من هنا. إذن هذه حيلة. هذه حيلة لجمع الأموال. لأنه يدفعك الآن نحو العبودية أكثر. لقد أصبحتم عبيداً في بلدكم. دكتور. ليس الأمر كذلك. بقدر ما نستطيع. الحكومة لا تجلب 17 مليوناً بمجرد انتهاء البرنامج. هذه هي الدفعة الأولى. في السنة المالية القادمة، ستحصل كل أبرشية على 100 مليون. مكاتب ثم ملايين، والبرنامج لا ينتهي في عام واحد. أين مخاوفك؟ بمجرد أن تحترق أصابعك. والآن، البرامج تفشل. الأدلة. أدلة.
من فمه. من فمه. إذن. بشكل عام، انظر إلى هذه الحقائق. أنسى أمر ذلك. على سبيل المثال، اسمح لي أن أسألك. الحكومة. ليس بالضرورة إنتاج السكر حتى الملاسي. في المتوسط لديك حوالي 12 مليار أيضاً لكل مصنع. هذا 24 ملياراً. هذا 24 ملياراً. لقد مرت الآن سنتان. لم يتم إنجاز شيء. الناس عالقون. المصانع. خمسمائة. عندما يملك الناس 10 أفدنة، فإذا أردتم التنمية لماذا لا تحفزون؟ نعم، استثمار المصانع. أنت لا تفعل ما يهم. أنت. هو الفهم الأعمق لذلك. أنا أتحدث إليك شخصياً، لأنه حتى الآن لقد حاربت للحفاظ على. شخص ما يخبرك الآن أن تنسى أمر الأرز. ما الذي يكمن وراء ذلك؟ وما الذي يكمن وراء أنسى أمر الأرز؟ لقد قمت بعمل جيد في حماية. ما حدث هو أن الناس فقدوا أراضيهم. في الواقع، أدى فقدانها إلى ضياع الأرض. نعم، لأن الناس لم يكونوا ليبيعوا لولا انهيار الاقتصاد في انهيار الاقتصاد في. شخص ما يطمع في أرضك، والآن حدث نفس الشيء لام. الآن في مناطق معينة. اذهب إلى أين تلك المناطق، إنها على طول النيل. تم الضغط عليه لبيع الأرض. لأن شخصاً ما كان يعلم. شخص ما كان يعلم. جسر علوي. شخص ما مهتم جداً بالأرض على طول النيل. لذا هذا البرنامج. فقط اعلم أن هؤلاء الناس يعرفون أن هناك الكثير من النفط على طول النيل. وهذا هو السبب الذي يجعلك ترى الاستيلاء على الأراضي من قبل النهابين. وهذا لا يحدث فقط فيما حدث لأن الناس لديهم طبقة
لكنهم ليسوا متطورين لأنهم لا يملكون ثقافة. والآن انظر إلى ملاك الأراضي، إنهم أشخاص محددون. الآن عد وانظر إلى الله. كنت أعرف أنك. أنا أقول لك، هل هي مصادفة أن كل الأشخاص الموجودين فيه، وقد أخبرك بفخر أنه جالس؟ لا، لست كذلك، أنا كائن. نعم. الآن، رغم كل ذلك، نموذج B ليس جاهزا. إنه الرئيس الذي يطلقه اليوم. سيبدأ المال في التداول. نعم. إنه أسوأ اقتصاد. نعم. أوغندا. الآن. ماذا؟ مما. هذا النوع من الاستغلال. لأنه شخص متطور. لأن. نعم. بسبب وجهة نظر نشطة للأراضي وذلك. تلك هي المنطقة التي يزرعون فيها الأرز. وانظر هنا. إذن لا يوجد. الرئيس يطلق المال وهو قادم. مع ذلك، لقد اقترب. إنه قادم. دعنا فقط. هذا الرجل لن يطورنا. لا. توقع. ماذا تتوقع؟ أجل. فيسبوك بالمئة.
من أوغندا. حقا. بنك. 40%. 20 مليون مهنتي. أنت تعرف تأثير. وسائل التواصل الاجتماعي مما لكن أنت رئيس وزرائنا. رئيس الوزراء. أيا كان. انظر. أنا لا أزال أؤمن بنموذج التنمية. هذا المشروع سيغير حياة الناس. لدي ميزانياتي. لدي صبري. كل شيء من فضلك. أوغندا. كلام أجنبي. كلام أجنبي. كلام أجنبي. وهذه أفضل فرصة. شرق أفريقيا. من أجل الديمقراطية. هو طبيب أسنان محترف.
لكن شيئا واحدا. أجل. من حيث المبدأ، نموذج تنمية الأبرشية هو نموذج تنموي. قلقي هو أن تنفيذه يشوب تصميمه. لكن فرصة التنمية وهيئة القيادة. هناك صيغة مجربة ومختبرة. لذا أشجع الناس على تكوين دوائرهم للتنمية. دعني أخبرك، كنت أفضل لو أستخدم هذا المال لتحقيق استقرار الأسعار. للتأكد من أننا نشجع الناس بشأن السعر. إيه. هذا 600 ماذا كجم؟ ثلاثة فاصلة 6 مليون. سيشجع الزراعة والإنتاج. إنهم مشتتون بكل المعلومات. لكن لماذا؟ إذن ماذا سيفعل صندوق الاستقرار بالنموذج؟ المجتمع. غير مؤكد، لذا إذا كان ذلك المال البنوك، الزراعة، البنية التحتية. نعم. البنية التحتية، مرافق التخزين. مرافق التخزين، مخازن، لأن الناس لا يملكون ذلك. هذا هو المكان الذي يجب أن نستثمر فيه.
مكلف جدا، لكن دعني أخبرك الآن. الآن. إدخال المعدلة جينيا. ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ يجب أن تذهب إلى المتجر وتشتريه. 000. 7000. إذن هذه هي. الاقتصاد الفعلي. اقتصاد الزراعة ليس هنا. نحن نتوقع. كل تلك القيمة. كنت أخبرك أننا لا نعطي 17 مليوناً بالكامل. هذه هي البداية. عفواً. نعم. لقد أخذ الاقتصاد المنظم. كيف تم ذلك؟ نعم. اقتصاد منظم. في الواقع. كيف لا يمكننا التخلص من الكسل؟ والتشكيل. الستينات والثمانينات. هل كانت أوغندا دولة متطورة في الستينيات؟ أوغندا آنذاك كانت تنافسية ونجت. أوغندا. 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 أوغندا وفيتنام. ولمدة 8 سنوات خلال ذلك الوقت. من الخارج. الآن، في هذه اللحظة. كان ذلك منطقاً سليماً. إذن هو الإبداع. إنه ليس. الحصول على المال. مبدع.
البقاء على قيد الحياة يتطلب الكفاح، إن لم تفعل فأنت هالك. للوصول إلى كسل معين. خارج هذا الكسل. الكائنات المعدلة وراثيًا. دعني أتحدث تحديدًا إلى تأثير الكائنات المعدلة وراثيًا لكن لم يسمعها أحد. أنا أتحدث عن ناجا. بسبب الكائنات المعدلة وراثيًا. إذن الأجساد ضعيفة. الحقيقة هي كلاهما. أفريقيا، لديك الجينات في صفك. لديك المناخ في صفك ولديك الغذاء في صفك. الآن. إنتاج. لأنني أعرف مستوى الذكاء. حسناً. كما فعلت الآن. جيد جدا لام. الاكتئاب. أنت تحاول الحفاظ على تفاؤلي. هذا هو. الشبكة. مرحبا. 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 أوغندا، تبارك. حسنا. حسناً، شكراً لك. حسناً. حسناً، اتفقنا. المزيد.
حسناً. مرحباً. مرحباً، نعم. مرحباً. نعم. خطاب. 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 ومع ذلك. لكن دعونا نؤكد أن الأموال قادمة. قاتل لتبيع. قاتل لبيع. قاتل لبيع أرزك لأن تلك الفائدة. ارفض تلك الأموال. يؤسفني قول ذلك، لكن يجب على أحدهم الوقوف والقول لا. قفص. علم البحوث. إذن السياسات. لماذا؟
شكرا لك. إطلاق. لا. وهي ناجحة في تنفيذها. ربما. بعد عام واحد. من الآن. حسناً. شكراً لك. للأبد.